علاش فما بعض الناس ما يحبوش يحافظوا أسرارهم في البيت؟ للأسف فما ناس يحبوا يشاركوا حياتهم الخاصة مع الناس الكل، سواء في المقهى مع أصحابهم أو على الإنترنت قدام الناس الكل. زعم علاش؟ زعم حب في الظهور. نعم، حب في الظهور. باش نقول لك علاش. بعض الناس للأسف يحبوا يظهروا في الصورة ويتكلموا عليهم ويبارتاجيوا حياتهم الخاصة للناس الكل باش يهتموا بيهم لأكثر الأقل. نعم، باش يهتموا بيهم. زعما ثقة في النفس. نتأكد أني 100% ثقة في النفس، على خاطر ما فماش علاش أسرارك موجودة في البيت وتطلع تحكي بها في العلن. أني نتأكد تحبوا اهتمامكم للناس لأكثر الأقل. فما بعض الناس للأسف تحب توصل صوتها مهما كانت التكاليف، حتى لو هي اللي تعمل فيه مش قاعد يرضي ربي سبحانه. المهم بعدها توصل صوتها بس. بعض الأحيان الناس تحب تشارك أسرارها باش تلقى ناس تواساها، وفما ناس تحب توصل صوتها حتى لو كان هي ماشي راضي عليها 100%. المهم معناتها باش تتعرف أكهو. هذا الغاية متاعها. ما يحبوش بأهمية الخصوصية. ما معنى كلمة الخصوصية؟ برشا ناس ما يعرفوش قيمة الخصوصية، يظنوا أن مشاركتهم حكاياتهم الخاصة أمر عادي وما فيش حتى ضرر. بالعكس، نقول لك من المنبر هذايا انت قاعد تضر روحك لكن ماك شالق. التأثير بالضغط الاجتماعي. في بعض الأحيان للأسف يتأثروا باللي يعملوا به المجتمع متاعنا حاليا. إذا شافوا ناس أخرين يشاركوا حياتهم ويقولوا نحن زادة أي برا نمشيو نعملوا كيفهم. للأسف وموجود الشيء هذا. نتأكد الناس هذه للأمانة عندها قلة الوعي. ما معنى كلمة قلة الوعي؟ أحيانا الناس ما يكونوش فاهمين مخاطر إنهم يفضحوا رواحهم بس بأي طريقة وبأي ثمن، لكن هم ما همش عن قصد. يظنوا إنهم ما يعملوا شيء غلط، لكن هذايا ممكن يغلق برشا أبواب بحاجات تافهة أنت قاعد تعمل فيها. ملخص الكلام، أختي الباهية أخوي الباهي، إذا كان بالحق تحب تعيش مرتاح، أول حاجة لازم ترضي ربي سبحانه. على خاطر حكايتك هذيك يلزمك تخليها في البيت، ما فماش علاش باش تهز تخرجها للعلن. خلي حياتك الخاصة اللي كنت بس، ما تحكيش كل شيء للناس. اللي يحبك بجد يحبك كما انت بالضبط. حافظ على روحك وعيش بسلام. الدين متاعنا يعلمنا نحافظ على أسرارنا وأسرار الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ساتر مسلما ستره الله. خلي حياتك الخاصة بينك وبين المقربين منك. نقول لكم من المنبر هدايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش باش تعملون لايك وشير للفيديو وابوني. السلام عليكم.